بعض الناس أغلق قلبه حتى إن مصلحته لا يقصد فيها الله، وده شيء غريب جدا. هو أصلا طب ماذا يفعل رب العالمين؟ يبتليه ببعض الأشياء، ألم، مرض، تعب، حاجة. لماذا؟ لكي يذكره أنه ضعيف. الأصل الحقيقي فيك أنك محتاج، ضعيف، فقير، بل مضطر. قال رب العالمين: أمن يجيب المضطر. لما تشهد الطفل الصغير يكون في حاجة إلى طعام أمه، إلى مساندتها، إلى أنه مش قادر، وكلنا كذلك. ما الذي فارقنا فيه الطفولة؟ طال لساننا فقط. طال اللسان فاعتقدنا طال اللسان والإنسان بقى يقدر يمشي بقى ويتحرك ويأكل بنفسه، فاعتقد أنه يستطيع أن يواجه الحياة وحده. ليس صحيح. كانت بعض البنات بتيجي تقول: أنا الحياة عاملة كده ليه؟ قلت لها: فعلا الحياة شاقة جدا، خلقها الله كذلك لكي لا نركن إليها ونفر إليه. فلما بتستعين بيه، يعني مثلا زي ما يجي واحد مثلا يجي يقول لك إيه، الطريق هنا في حفر وفي مش عارف إيه وفي كلام فواحد يجي يقول لك إيه، أنا عارف طريق تاني. هو الطريق أصلا مليان حفر، أو أن أنا سأكفيك أصلا أمر هذا الطريق، مش عايزك تمشي فيه النهارده. أو واحد يكون مقتدرا مثلا له صلة بمحافظ أو إلى آخره، أو رجل نافذ مثلا يقول له: أنا هنسفلت الطريق ده. فاستحال الطريق، يعني تحول من أن يكون طريقا صعبا عاسرا فيه عثرات إلى طريق ممهد ميسور. إيه اللي حصل؟ أنه استعان بمن يقدر على تغيير هذا الأمر. طيب الله عز وجل خلق الدنيا في هذه الأشياء، طيب ثم ماذا؟ لكي يقول لك: أنت ضعيف لا تستطيع أن تمشي وحدك. نحن ضعاف حتى مش أمام فيروس مثلا ولا ميكروب ولا حاجة، نحن ضعاف أمام دمعة. أي واحد فينا يجي يقول: أنا والله قوي قدام المعصية، وأنا مش هفتن، وأنا مش عارف إيه، وأنا كذا وأنا كذا، هذا أعلم أنه كذاب. رب العالمين في سورة النساء قال آيات، وإحنا بنتكلم في مدار الرحمة والحب: 3 مرادات تجعل قلبك متوهجا بالضوء. قال رب العالمين: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لو أن ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا يعلم أن ابنه هذا ضعيف، يقول لك بنيته ضعيفة، يقول لك لا ما تشيلوش حاجة ومش عارف. طب الله عز وجل يعلم ضعفك، فهل علمت أنت ضعفك؟ هل علمت فقرك؟ أعظم حلية يتحلها الإنسان أن يعلم أنه مفلس. مفلس. ولذلك حتى قال رب العالمين لأصحاب المال، يقول: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. وذلك كان سيدنا ابن عطاء الله يقول في بعض كلامه: من نعم الله عليك أن خلق ونسب إليك. كل ما نحن فيه خلق الله عز وجل، لكنك تقول: جسدي، لساني، علمي، مالي، زوجتي، ابني، بيتي، كل هذا ماذا؟ كل هذا لله عز وجل. طيب هذا يوجب لك فقرا اختياريا، وفي فقر اضطراري ان كل الخلق مفتقرون الى الله عز وجل، لا يستطيع احد جلب خير ولا نفع نفسه ولا كشف الضر عن نفسه الا بالله عز وجل. وهنالك فقر اختياري، انني ايه؟ انا بقول لك يا عم ما تحملش نفسك فوق ما تطيق، انت ضعيف، روح له. زي كتير من الناس يجي يسال، يجي يقول لك ايه، انا مش لاقي خشوع في الصلاه، او انا عيني مش عارف ايه، او انا نيرفس مع ابويا وامي، او انا كذا وكذا. بقول له: انت جاي لي ليه؟ ما تروح له وتقول له. من اجمل الاشياء في الاسلام انه ازال الحواجز بينك وبين الله عز وجل. ما فيش واحد تيجي الا ان تستفتي من تجهل الشيء ذلك في امر فقهي او كلام من ده. لكن فيما يكون مختصا بدعائك وصلتك بالله عز وجل، خير من ينصحك أن يدلك على الله، مش إن هو بقى يقول لك تعالى لي أنا، يقول لك روح له، أشكو إليه. من الذي يكثر من الشكوى؟ ومن الذي يكثر من ذكر الله عز وجل؟ ومن الذي يكثر من الثناء على الله عز وجل؟ هو الذي يعاين فقره تماما إلى الله عز وجل. عندما تعاين الفقر تنظر من الذي يعطيك،
تجد أنه الله. وذلك والله العظيم كل واحد فينا عند الحقيقة يعلم أنه لا يحتملك ولا يسترك ولا يحلم عليك إلا الله على الحقيقة. أبوك لو أنك خالفته كل يوم هيقول لك امشي سيبني من البيت. أمك كذلك، زوجتك، أي حد، ابنك لو كل يوم في لن تطيق صحبته، أو إذا أطقتها تطيقها على مضض. طب الله عز وجل نخطئ الليل والنهار، لا يحجب خيره ولا يقطع بره ولا يمسك رزقه عن عباده سبحانه.